فتحنا بيتنا لناس لئيمة. البيوت كانت مفتوحة بس القلوب كانت سودة قوي. فتحنا الباب وقلنا يا حبايب، وقسمنا اللقمة بالمحبة وبالعدل. ما كنتش أعرف إن اللئيم لما يشبع أول حاجة هيفكر فيها إن هو هيعض الإيد اللي اتمدت له والبيوت اللي اتفتحت له. وفي ناس عاملة زي الأرض البور، مهما هتسقيها وتراعيها مش هتطرح غير شو. وإحنا في الشدة على فكرة الناقص بيبان لما الحنفية تقفل ويخلص مصلحته يبدأ يفتش في عيوبك ويوريها للناس. بينسى إنك أنت كنت سنده في يوم من الأيام، واللي يبيعك عشان مصلحة اعتبرها بيعة وراحة، وتحمد ربنا قوي إن كشفهولك بدري. وخد بالك دي ضريبة الجدعنة. واحنا مش ندمانين على كرمنا، احنا ندمانين على المكان اللي اتحط فيه الكرم ده. والجدعنة بتعلمنا ان مش كل اللي يضحك في وشك يستاهل يقعد على طبليتك. فبناقص الناقصين والندل وابو وشين، ويغور قليل الاصل ويغور صحاب عيرة. وخد بالك السكوت ده مش ضعف، ده ترفع. والعتاب بقى تقيل قوي على القلب فبقينا بنسكت وخلاص. العتاب ده للغالي، اما الرخيص السكوت في وشه هيبة. والبيت اللي اتفتح بالحب بيتقفل بالضبة والمفتاح في وش اللي ما يعرفش الأصول. مفيش رجوع ومفيش سماح، والمقابلة في محكمة العدل عند ربنا اللي مفيش فيها واسطة. خد بالك الناقص بيفضل باصص للي في ايد غيره حتى لو عيشته بقت جنة. أصل نكران الجميل ده مرض ملوش أي علاج. أشوفكم بخير.